والله النهضة أنهت معنا التقارب، ما نقولش الحلفاء. أنا شخصيا ومانيش نادم، وقفت مع النهضة كتوانسة ضحايا قمع، كما وقفت مع ضحايا القمع من حزب التحرير، كما وقفت مع كل المضطهدين، بل حتى في قضية سليمان وقفت من أجل الحق في المحاكمة العادلة ودفعت على بعض من المتهمين. أنا إنسان تحرري ديمقراطي، نؤمن بالحقوق ومنها الحق في المحاكمة العادلة، وألا يذهب الإنسان للسجن من أجل أفكاره. هذا كله قمت به من أجل تونس، سواء بمناسبة الإسلاميين أو غيرهم. كنت توسبت الخير في حركة النهضة من أنها استخلصت دروس المحنة اللي مرت بها، وكنت أظن كما كنت أسمع بأن الأخطاء التي وقعت من أنها معناها لن نعود إليها. أنا قاعد ألاحظ بأن تمشي حركة النهضة اليوم لا يهدف حسب رأيي إلا عن طريق تحريك المشاعر الدينية واستعمال قضية الدين، لا يهدف إلا للسيطرة على المجلس الوطني التأسيسي وعلى الدولة، ومن خلالها هي ممارسة حكم عقائدي. شنو هو الحكم العقائدي؟ هو اللي يقول بأنه يلزمك تعمل هذا ومش هذا لأني أعتقد ذلك، ولو كان مش هذا يقع التمييز بين الحقل الديني العقائدي الدعوي والحقل السياسي. أنا لا أدعو الفصل وإنما التمييز. أنجيلا ميركل مسيحية ديمقراطية، ما نشوفهاش تمشي الكنائس وتستعمل في الدين كمضمون لبرنامجها. هي تستوحي من القيم المسيحية برنامجها الاجتماعي والاقتصادي، وهذا حق لكل إنسان سواء كان مسلم أو مسيحي. احنا ما عناش خلاف ديني، فلماذا الزج بالقضية الدينية؟ تحب تكون داعية إسلامي لمزيد تأصيل الدين وتمكين الدين، هذا حق ومندوب أصلا، وإنما ما تجعلهوليش برنامج سياسي. البرنامج إذا كان يولي برنامج سياسي يولي مشروع هيمني عقائدي على المجتمع. هذا الإسلام كما أراه هو كيس تهزه ولا تخليه، أنت حر باش تخليه يعني تكفر منه، أما هذاك هو الإسلام اللي أنا نراه هو إسلام، ما عادش تجتهد يعني. إذا كان الإسلام ما حرمش العبودية أنا ما عنديش الحق نحرم العبودية. إذا كان الإسلام ما حرمش تعدد الزوجات ما عنديش الحق. لا يا سيدي عندي الحق، لأني عندي مقاصد الشريعة الإسلامية أجتهد فيها، وأنا ما عنديش كنيسة. أنا المسلم علاقتي بيني وبين ربي، أجتهد أولي رأيي وأسأل قلبي، ما عنديش وصية علي في الدين. فبالتالي لماذا إدخال هذه القضايا الدينية في الحقل السياسي؟ يا أخي احنا كنا مسلمين بدرجات مختلفة من الورع، لكن شكون قدرها؟ ربنا. لا هي اللي يلبس جبة معناه ذاك هو التقي فينا، الله أعلم. فبالتالي هذه مسألة بيننا وبين خلقنا، ما هيش مسألة بيناتنا نتحاسبوا عليها. لست عليهم بمسيطر، أنت بشير، قول كلمتك الطيبة، ما تسيطرش عن طريق الدولة باش تفرض رأيك، ما تنجمش. مانيش نستعمل في الآيات في غير محلها. نحب نقول احنا في الإسلام ندعو إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، لا نستعمل القوة القهرية للدولة لحمل الناس على ما نعتقد نحن. فبالتالي مشكلتي هي هنا. كنت مرة حتى مانع ومرة حتى مشكل أنه حركة النهضة تكون حزب مدني ذا مرجعية إسلامية دينية، أوكي ما عنديش مشكل. أما تخلط الدين بالسياسة وتجيش المشاعر الدينية وتستعمل المساجد والأئمة قاعدين يخطبوا الآن في القضايا السياسية، وهذه أشياء حقيقية يعني باش يدفع الناس إما يقفوا في وجهه وتصير انشقاق بين الأمة في نفس المسجد، وإلا الناس تقبل بالضيم. فلكل هذه القضايا أنا أرى أنه موقف النهضة من حكومة الغنوشي كان هو كيفاش الغرزة اللي يجبد منها الخياط. ومنذ ذلك الوقت معناها أرى تعبئة إيديولوجية بهدف السيطرة على المجتمع. أنا لا أقبل بها. أحترم مدام تصير بالوسائل السلمية وبالوسائل الدعوية المعروفة، هم أحرار، لكن واجبي باش ننافسهم على مشروع مجتمعي آخر، هو المجتمع التونسي الوسطي الحديث، مجتمع مسلم عربي. الحرية ستسمح للإسلام بمزيد الانتعاش، ما هيش باش تقلص من انتعاش الإسلام، لكن في إطار احترام الحريات الفردية والمصالحة
بين القيم الإسلامية السمحاء والقيم الكونية الحديثة التي هي لا تتعارض معها، وهي عملية بدينا فيها مع خير الدين ونحن مستمرين فيها. مجتمع عربي مسلم ما هواش خارج العصر، وإنما جزء من العصر، لأن الميت وحده يكون خارج العصر، ونحن مجتمع حي والحمد لله. هذا ما عندي من نقول.